كما نعرف لغة الأم هي اللغة الأساسية التي يجب أن يتربى ويتعلم بها الطالب أو الطفل. نحن كمؤسسة اللغة الكردية بدأنا كمؤسسة في 2007، ولكن قبل هذه المدة بسبب منع الدولة السورية للغة الكردية في جميع المؤسسات الرسمية، كنا في المنازل نتكلم مع العائلة أو مع الأم أو الأمهات مع أطفالها باللغة الكردية. هذا أهم سبب لعدم زوال اللغة الكردية. مع بداية طبعا في 2007 كانت بشكل سري ضمن بعض البيوت بسبب منع السلطات السورية بالتكلم باللغة الأم أو التعلم حتى باللغة الأم. مع بداية الثورة في 2011 بدأنا كمؤسسة أولا تعليمية وثانيا تربويا في جميع المجالات. انفتح باب التعليم لكل من يود التعلم باللغة الكردية، سواء من المعلمين أو من المجتمع أو من جميع طبقات المجتمع. خصصنا أوقات للدوام أو للتعلم لكي يستطيع جميع المكونات أو جميع طبقات المجتمع من يود التعلم يستطيع في ذلك الوقت. حتى 2011 بدأنا بتدريس وتعليم اللغة للمعلمين. أخذنا عبء تدريب المعلمين على عاتقنا كمؤسسة لغة كردية. من 2019 إلى حد اليوم بدأنا كمركز أبحاث استراتيجية للقواعد والترجمة والشعر في جميع المجالات باللغة الكردية. نحن كمؤسسة اللغة الكردية الهدف الأساسي هو عدم زوال اللغة الكردية، خاصة في المدارس، لأنه كما هو معروف يعني في المدرسة يبنى الطالب. على هذا الأساس يجب أن يتعلم كل طالب بلغته الأم لكي يستطيع الاستفادة من تجربته التعليمية، من مستقبله. بحكم تجربتنا، لأننا كنا طلاب في المدارس السورية، نخاف أن نتكلم بلغتنا الأم. هذه التجربة التي مررنا بها عبر مئات السنين، حاولنا نحن كمؤسسة اللغة الكردية الجيل القادم يتعلم بلغته الأم. طبعا هذا الشيء بلشنا مع بناء الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. بدأنا بالحصص ضمن المدارس من الصف الأول إلى الثالث، ثم من الرابع خامس سادس، ثم المرحلة الإعدادية، ومن بعدها المرحلة الثانوية إلى الجامعة. طبعا عندما بدأنا في 2015 بالساعات، يعني تقبلنا المجتمع بشكل غير طبيعي. بداية المنهاج باللغة الكردية، باللغة العربية، باللغة السريانية، لأنه من حق كل المكونات أن يدرس ويتعلم بلغته الأم. نحن كمؤسسة اللغة الكردية بناء على الهدف الأساسي نطور من اللغة الأم اللغة الكردية، طبعا للمكون الكردي ولجميع المكونات على أساس الأمة الديمقراطية. طبعا نحن بمؤسسة اللغة الكردية القواعد، بالإضافة إلى قسم للترجمة، بالإضافة إلى قسم الأعلام، بالإضافة إلى قسم التعليم. قسم التعليم لدينا بمؤسسة اللغة الكردية لدينا مراكز بجميع مناطق شمال وشرق سوريا. مثل ما حكيت مسبقا أنه المراكز بتكون مفتوحة بأوقات غير الدوام الرسمي للموظفين وللمعلمين، يعني يحق لي أيا كان التعلم باللغة الكردية قدر المستطاع. طبعا عندنا باللغة الكردية بقسم التعليم اللغة الكردية 3 مراحل. المرحلة الأولى هي للكتابة والقراءة، يعني كمحو أمية. ثم للمرحلة الثانية تأتي القواعد بشكل أوسع. المرحلة الثالثة يعني يتمكن المتعلم بشكل كاف من التعليم باللغة الكردية. بالإضافة لدينا مركز أبحاث والترجمة، حتى الكتب والشعر، أقوال الحكماء. والهدف الأساسي
مؤسسة اللغة الكردية هو تطوير اللغة الكردية وتوحيدها في جميع المناطق، طبعا مع مراعاة اللهجة لكل منطقة.